على بعد خطوة واحدة فقط سيكون أبناء يما جورايا على موعد مع التاريخ عندما تنطلق مباراة نصف نهائي كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ضد الضيف القادم من المغرب الشقيق نادي الفتح الرباطي. رحلة الموب في كأس الكاف كانت محفوفة بالمخاطر والصعاب إن صح التعبير، لكن عزيمة وإصرار أبناء القبائل كانت كافية لتجاوز أندية كبيرة وخبيرة بأدغال القارة السمراء في شاكلة الترجي الرياضي التونسي ويونغ أفريكانز الجنوب أفريقي ونادي ميدياما من غانا. ميدانيا وحسب آخر الأخبار الواردة من معسكر الموب فإن المدرب ناصر سنجاق استعاد جل لاعبيه المصابين قبل مواجهة الفتح الرباطي، حيث قال سنجاق بأنه يستطيع الاعتماد على 17 لاعبا في موقعة الأحد رغم اعترافه مسبقا بعدم جاهزية بعضهم مثل كمال يسلي ومحمد وليد بن شريفة وياسين صالحي وسفيان خدير العائدين من الإصابة. المدرب سنجاق أكد كذلك أن فريقه سيواجه الفتح الرباطي من دون حسابات خاصة، مضيفا بأن وصول الموب إلى هذا الدور المتقدم من البطولة في ظل الصعوبات العديدة التي واجهته قبل بداية المغامرة الأفريقية إنجاز في حد ذاته. معطيات الميدان تنذر الموب من قوة الخصم من بلاد المغرب الشقيق. منافس الموب فضل التريث والابتعاد عن الضغط والتوجه مباشرة نحو الجزائر عبر طائرة خاصة. الفتح الرباطي لم يصل إلى هذا الدور من باب الصدفة. يقول متتبعون بأن حنكة دفاع مولودية بجاية تبقى فارقا في هذه المواجهة، وذكاء النادي القبائلي في التفاوض خارج أرضية ميدانه نقطة إيجابية أخرى قد تحسم المعركة حتى خارج أرض الجزائر. إذن سيكون ممثل الكرة الجزائرية مولودية بجاية على موعد مع خط خطوة نحو التاريخ ونهائي كأس الكاف، وعلى ملعب الوحدة المغاربية حتما ستظهر معالم الفريق الذي سيمثل بلاده في النهائي. الجزائريون يتمنون تأهل الموب والأشقاء المغاربة يريدونها نصرا وفتحا على يد الفتح الرباطي.